اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم بيتي العيد بطريقه سهله جدا وبسيطه، هتعمليها في البيت والنتيجه بجد روعه. البيتي طالع دايب خالص، طعمه بجد روعه. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 750 جرام من الزبده الطريه بدرجه حراره المطبخ، 200 جرام من السكر البودره، عدد 2 صفار بيضه وبيضه كامله، وعندي كيسين فانيليا وكيلو من الدقيق الابيض. محضرة عندي العجين، نزلت فيه بالزبدة مع السكر البودرة، وهشغل المضرب السلك لحد ما لونهم يفتح معايا بالشكل ده. هبتدي انزل بقى بالبيض بيضة بيضة. نزلت بأول بيضة مع كيسين الفانيليا، بعد كده البيضة التانية والبيضة التالتة لحد ما اختفوا خالص معايا بالشكل ده. بعد كده هجيب بقى عندي كيلو من الدقيق الأبيض، وهاخد 3 معالق كبار من الدقيق، هسيبهم على جنب وهقولك دلوقتي ليه. هركب بقى عندي هنا سلاح الكف، وهبتدي اعجنهم زي ما انت شايفه بالشكل دوت. ما تعجنيش كتير عشان عجينه البيتيفور ما تعضمش معاكي. نزلت بقى بعد ما قسمتهم نصين بمعلقه ونص من الكاكاو على نص العجين، والنص التاني اخدت معلقه ونص من الدقيق اللي انا كنت شايلاه على جنب. بقى عندي واحده بالكاكاو وواحده بيضه. محضره بقى عندي القمع دوت. هبتدي بقى اشكله زي ما انت شايفه بالشكل دوت. اي قمع انت تفضليه استعمليه. زي ما انت شايفه طالع ما شاء الله بجد روعه، بينزل بسهوله جدا عندي من كيس الحلواني. هتشكلي الاشكال اللي انت عايزاها. احنا دلوقتي بنعمل عجينه الكاكاو، هتعملي كام واحده كده بالعجينه اللي هي البيضه علشان اثناء التسويه في الفرن تاخدي بالك من التسويه وما تحرقش منك. هتكوني مولعه الفرن على درجه حراره 180 درجه. هتدخليه الفرن، هياخد بالظبط معاكي في حدود من 10 ل 12 دقيقة بالظبط. زي ما انت شايفة بالشكل ده. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. عندي بقى القمع الصغير ده، هعمل وردات صغيرة كده على اللون الفاتح، شكلها حلو قوي. هدخلها الفرن وهيطلع معايا وهيبقى بالشكل ده ما شاء الله. التسوية بتاعته مظبوطة جدا. هبتدي بقى ازينه. محضرة عندي شوكولاتة بالحليب مسيحاها في الميكروويف، وعندي شوكولاتة بيضة، وعندي هنا مكسرات وفستق، وعندي جوز الهند. هبتدي بقى ازينه زي ما انت شايفة بالشكل ده. التزيين دوت حاجة بترجع لذوقك انت، زي ما تحبي زينيه، انا بديكي افكار. زي ما انت شايفة الشوكولاتة الحليب ديت بيبقى طعمها حلو قوي. زي ما انت شايفة طالع بجد تحفة، سهل موفر جدا. هتعمليه في البيت. عايزة اقولك الكيلو بيرمي معاكي في حدود كيلو ونص من البيتي فور، ارخص من بتاع المحلات بكتير، وطعمه بجد حلو قوي. زي ما انت شايفة بالشكل ده. هتقدميه لضيوفك، كل اللي هياكل منه بجد هيقولك خطير. زي ما انت شايفة بالشكل ده، شكله شيك قوي في التقديم، وطريقته سهلة خالص. انا عاملة عجينة الصابليه موجودة على القناة، وعاملة الكحك والبسكوت بانواعه. لو حابة ترجعي له هتلاقيه موجود، هيعجبك جدا. زي ما انت شايفة بالشكل ده. هبتدي بقى اشكل كل البيتيفور اللي عندي، وهيبقى الشكل النهائي شيك جدا في التقديم. زي ما انت شايفة بالشكل ده اهو، طالع بجد تحفة. طريقته سهلة خالص. انا عملت منه صفوف شبه بعضها بالشكل دوت، ورصيته عندي في العلبة. حلوة قوي، طريقته سهلة، اشكال بجد خطيرة. البيتيفورة نفسها طعمها حلو قوي، مظبوطة جدا. لو عجبك يلا اعمليه وفرحي الولاد في العيد. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم بإذن الله، وألف هنا وشفا. السلام عليكم.